1 فبراير 2012، اليوم المشؤوم او زي ما بيسموه كده فبراير الاسود. اليوم ده كان مهم جدا كرويا. كان يوم 4 تروح من شغلك تفتح التلفزيون الساعة 5 على سهرة كروية ممتازة جماهيرية من الدرجة الأولى. ماتش الناس كلها مستنياه، الأهلي والمصري البورسعيدي. الدوري كان مشتعل والصراع قايم، وأخيرا الكرة رجعت تاني في مصر بعد أحداث ثورة يناير، الأحداث اللي ودت مصر في حتة تانية حرفيا. بس خلينا ما نستعجلش ونبدأ الحكاية من الأول. بورسعيد كان واقف منا طول اليوم سعيد، راح يومها وخد معاه أغلى الشباب، رجعنا نشوفه من جديد. 25 يناير 2011، يوم تلات أجازة رسمية عشان عيد الشرطة طبعا. بس المصريين كان لهم رأي تاني، تجمعات وحشود بتزيد شوية بعد شوية. كان لهم رأي مختلف عشان يطلوا وزير الداخلية ساعتها، وده سبب اختيارهم ليوم 25. اليوم يعدي سلمي من غير أي مشاكل، اللهم إلا شهيد واحد من السويس، وده كان أول شهداء ثورة 25 يناير. عدى يوم واتنين وتلاتة ومفيش استجابة، مفيش رد على مطالب الشعب ولا كأنهم موجودين. الغضب بيزيد، الشحن بيكتر، والشهداء كمان بتكتر، وده بسبب اشتباكات ما بينهم وما بين الداخلية، وفي كمان ما بينهم وما بين بعض. جمعة الغضب، فتح السجون، الهرج والمرج اللي حصل في الشارع المصري، وكمان موقعة الجمل وغيرها، وده كله الشعب على علم بيه. بس العامل الرئيسي المشترك ما بين أحداث يناير ومجزرة بورسعيد هو الالتراس اهلاوي، وهو سبب من اسباب نجاح الثوره، وان ما كانش السبب الرئيسي او العامل الرئيسي في نجاحها، لولا تدخل الجماعه اياهم، واللي طبعا خلى الشرطه تنسحب من الموقف. مبارك ساعتها مشي، القوات المسلحة هي اللي مسكت شؤون البلاد، وطنطاوي مسك البلد وبدأ ياخدها واحدة واحدة. يوم 2 ابريل سنة 2011، وقت الزمالك والانفاق التونسي في موقعة الجلابية الشهيرة والانفكاك الأمني اللي حصل في الماتش، وقت ما الجمهور كله نزل أرض الملعب قبل نهاية المباراة اعتراضا على قرارات الحكم، لكن الموضوع طبعا كان بيعدي على خير. يوم 6 سبتمبر 2011، مباراة الأهلي وكيما أسوان، ومع نهاية الشوط الأول بالتحديد الألتراس بيهدف بقوة ضد الداخلية، ولكن داخلية النظام السابق نظام مبارك. ووقتها ما كانش في أي رد فعل من الداخلية تجاه الألتراس أو تجاه المشجعين اللي بيهتفوا ضدهم، لحد قبل نهاية المباراة الهتاف كله توجه للنظام الحالي من الداخلية. الأمن وقتها ما سكتش، وطلع أفراد من الأمن المركزي للمدرج واشتبكوا مع الألتراس أهلاوي، ووقتها كان اتاخد ناس منهم أكتر من 20 مشجع تقريبا اتقبض عليه، وكان في إصابات كتير وقتها من الألتراس. ناس بقى بتقول إن في طلقات حية طالعة من الشرطة، وناس تانية بتقول لك لا دي إشاعات، الطلقات اللي طلعت دي مجرد مسدسات صوت، وده كان لغرض إن هم يهدئوا من الوضع شوية ويخلوا الألتراس يهدى. وده كان إنه بيواجهوا شماريخ الألتراس وهتافات وغيرها طبعا. وبعد المباراة الأمن رفض إن أتوبيس الأهلي يمشي، وده كان بسبب إن مجموعات ألتراس أهلاوي كانت قاطعة طريق صلاح سالم كله بسبب اللي حصل في المباراة ردا على الداخلية. ووقتها طلع واحد من الضباط وقال لفرد من أفراد الألتراس: على العموم ميعادكم قرب، كلها كام شهر. ودي طبعا حاجة مش هتعدي خد بالك بالسهل على الناس. استمرت المناوشات والهتافات في المباريات من الألتراس. شهر نوفمبر اتطبقت عقوبة على النادي الأهلي بمنع حضور جمهوره في المباريات الداخلية في الدوري، وقتها الجمهور كله دخل مباريات الاستاد وفضل يشجع، وصوته كان بيهز الاستاد كله، لدرجة إن محمود بكر الله يرحمه قال لك الجمهور اتجنن ولا دي سبيكرات ولا إيه؟ انا سامع صوت في الاستاد، ايه الحكايه؟ هل هو ساوند ولا ايه؟ ولا اقتحام؟ يا لو كان اقتحام. شهر ديسمبر 2011، الوقت ده كان فيه المظاهرات المصرية عمالة تزيد وبتطالب بحاجات تانية خارجة عن الكورة، والأمن منشغل بيها زي مظاهرات محمد محمود وغيرها. واللي وقع وقتها الشهيد المهندس محمد مصطفى، وده أول شهداء أرقص أهلاوي. واللي بعدها بأيام اتلعبت مباراة الأهلي ومصر المقاصة في استاد القاهرة، وشفنا اللقطة الشهيرة للكابتن مانويل جوزيه وهو لابس تيشيرت عليه صورة الشهيد، والجمهور ساعتها هدف بالروح بالدم نفديك يا شهيد. وكان فيه هتافات كتير وقتها، مش بس ضد الداخلية، وكمان كانت ضد العسكر، وكانت تقريبا دي أول مرة تتغنى أغنية الحرية وقتها. يوم السبت 31 ديسمبر 2011، وتحديدا في مدينة المحلة الكبرى وعلى استاد غزل المحلة، مباراة جماهيرية بحتة بين الأهلي وغزل المحلة. الملعب اللي بيتسع ل30 ألف متفرج كان مليان بنسبة 90% تقريبا، والباقي كان فاضي عشان طبعا فاصل ما بين الجمهورين عن بعض. الشوط الأول خلص 2-1 للفريق المحلاوي، بانطلاقه من وليد سليمان في بدايه الشوط الثاني، وعرضيه من ناحيه اليمين يدخل مدافع المحله عشان يشتتها، بس طبعا بتخش جون في نفسه عشان تبقى نتيجه المباراه 2-2. بعدها بثواني معدوده لعيبه المحله بتشتكي اصلا ان الكوره ما دخلتش، وبعدين الحكم بيتفاجئ ان الشبكه مقطوعه. طب دخلت ما دخلتش، دخلت ولا ما دخلتش محدش عارف، حتى الحكم مش عارف، بس اللاين مان بيقول دخلت، والحكم حسب الجون. المدافع نفسه اللي جاب الجون كان عارف ان هي دخلت،
وده بسبب ردة فعله بعد الجون على رأي الكابتن مدحت شلبي ساعة لما قال لك الراجل حط ايده على راسه. الاجواء بتشد في الملعب والجمهور المحله طبعا هيجي على الحكم عشان ما يحسبهاش، وفجأة البث المباشر بيرجع بعد إعادة اللعبة لأكتر من 5 دقايق تقريبا. بنلاقي طبعا في بعض من جمهور غزل المحله نزل الملعب اعتراضا على قرار الحكم ان هو حسبها جون. وانا افتكر ان رحت الماتش ده مع والدي وانا صغير وقعدت وسط جمهور الاهلي رغم اني محلاوي بس اهلاوي. والبلطجيه طبعا نزلوا ارض الملعب وبيحاولوا يعترضوا على الحكم، بس الامن اللي كان موجود في الملعب طبعا بيحميه لحد ما خرج بره هو لعيبه الفريقين. والمشهد بيشتد اكتر والبلطجيه طبعا بتزيد في الملعب، وكل المره دي بيتجه ناحيه مدرج الاهلي وتحديدا التراس اهلاوي، وانت كمشجع محسوب على المحله رايح تضرب اصلا جمهور الاهلي اللي هم اصلا من المحله. والصراحة اللي حصل من ناحيتهم كانت ردة فعل تدرس، لا رموا طوب ولا اتحركوا من مكانهم ولا عملوا اللي كان جمهور المحل عاوزه ان هم ينزلوا او يشتبكوا معاهم. لكن البلطجية كانت بتزيد، واعتقد ان كان في مصابين بسبب الطوب اللي كان بيتحدف ده. فجاه وانا في الاستاد ساعتها لقينا طوب بيتحدف علينا من مدرجات المحله، والطوب ما بيتحدفش على الالتراس الاهلاوي لان ساعتها ما كناش قاعدين في حته الالتراس، كنا قاعدين عادي جدا، فالطوب بيتحدث على الناس اللي قاعده عادي. وفجأة ساعتها لقينا الناس بتجري، فابويا خدني ورحنا ناحية البوابة عشان نطلع من الاستاد عادي جدا. فجأة لقينا البوابة مقفولة من جنزرة ومفيش حتة نخرج منها. طبعا واحد اصلا كان معدي بالصدفة ملوش اي علاقة بالاستاد فكسر لنا الجنزير عشان نخرج، لولا كانش حد عارف ايه اللي هيحصل ساعتها ولا حد كان حاسب اي حاجة. وفجأة بنلاقي كل اللي في أرض الملعب من بلطجية وجمهور بيرجعوا تاني على المدرج بتاعهم، ده بسبب إن نزل كوردون كامل من الأمن من الممر الداخلي للملعب لحد نص الملعب، ووقف بعرض الملعب على طول خط النص فاصل ما بين نص ملعب جمهور المحلة ونص ملعب جمهور الأهلي. ووقتها مدير الأمن بقى المحافظ أكبر راس مسؤولة عن تأمين الماتش رفضت إن يحصل مجزرة في مدينة المحلة. واليوم بيعدي ولعيبة الأهلي بتروح في عربية الترحيلات. وفي 18 يناير تمت إطالة مدير أمن بورسعيد وقتها وتعيين عصام سمك مكانه. 25 يناير بيتم اعتراض التراس جرين ايجلز مع مدير الأمن، لكن الموضوع مش بينتهي على كده. يوم 28 يناير 2012 في الذكرى الأولى لجمعة الغضب، مباراة النادي الأهلي والمقاولين العرب اللي اتلعبت وقتها في استاد القاهرة. ألتراس أهلاوي بيتحدى الكل وماشي على مبدأه وهو مبدأ الحرية، وبيهدف ضد كل رموز البلد واللي كان من ضمنها العسكر. والهتاف الشهير بتاع سامع أم شهيد بتنادي. المباراة اللي كانت عليها الدور هي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي. يوم 29 يناير تجمع طاردة التراس المصري واتفقوا إن هم ياخدوا المدرج البحري لأول مرة في تاريخهم، واجتمع طاردة التراس المصري والجرين ايجلز واتفقوا مع بعض إن هم ياخدوا المدرج الغربي وهو مدرج التالتة شمال. وبعد ساعات نزل أغنية من التراس مصراوي والجرين ايجلز بتقول لو جاية على بورسعيد اكتب لهم مطوسية عشان هتموت أكيد وملتش أي دية. ويقوم جمهور الأهلي ردد عليهم بأغنية تانية بس دي كانت خدشة للحياة، والمشاحنات عمالة تزيد والتوتر بيزيد والموضوع رايح لسكة وحشة لأن الماتش في بورسعيد. لو جال على بورسعيد ويكتب له امك وصية علشان هتموت اكيد وملكش اي دية. الأول من فبراير 2012 الجمهور كان معتاد بيتجمعوا عشان يروحوا لحد بوابة النادي الأهلي عشان يركبوا الأتوبيسات اللي الإدارة بتوفرها لهم عشان تنقلهم لحد بوابة استاد بورسعيد وتجيبهم تاني لحد بوابة الأهلي. يوم يتفاجئ الألتراس اللي بالمناسبة عددهم ما كانش كبير خالص، كان حوالي 1000 مشجع، بيتفاجئوا إن الأتوبيسات رفضت تنقلهم بسبب إنهم خايفين من الشحن اللي بيحصل، وشركة النقل طبعا خايفة على الأتوبيسات دي إنها تتكسر أو يحصل لها حاجة. عشان يتجه الجمهور لمحطة مصر ويركبوا القطر المتجه لمدينة بورسعيد عشان قبل المدينة بشوية القطر يقف ويتفرقوا جماهير الأهلي بالشرطة العسكرية بتنزلهم يركبوا الأتوبيسات بحجة إن الجمهور المصري مستني جماهير الأهلي في محطة القطر. والأرتس بيقول لهم نرجع ولا إيه؟ الشرطة العسكرية رد لا الدنيا متأمنة. والساعة بتقرب على 5 ولسه الأتوبيسات ما وصلتش الاستاد، بل بتلف بيهم حوالين المدينة كل ده، وده تفاديا من اللي هيحصل من جمهور المصري تجاه أعضاء ألتراس أو تجاه جمهور النادي الاهلي. ولحد ما بتيجي الساعه 5 بالظبط الاتوبيسات بتتحرك ناحيه الاستاد عشان الجمهور يتفاجئ انه قاعد في الثالثه يمين مش في الثالثه شمال زي ما كان عامل حسابه. بل كمان وفي منهم وهم نازلين من الباصات افراد الامن بتقول لهم اجروا بسرعه ناحيه الاستاد عشان لو حد اتعرض لكم احنا مش هنعمل لكم حاجه. وقبل ده بدقايق شفنا مشاهد من جمهور المصري ضد عربيات الترحيلات والامن المركزي بتاعه الداخليه بيحدفوا عليهم طوب وبيشتبكوا معاهم، وفجاه بوابات الاستاد بتتفتح وبنلاقي هرج ومرج، كل من في الشارع يقدر يخش الاستاد، اي حد يقدر يخش من غير تفتيش من غير اي حاجه خالص. لدرجه ان كان في واحد من الجمهور المصري بيحكي وبيقول انا دخلت قعدت في المقصوره وانا ما معيش اصلا كارنيه العضويه ولا اتفتشت ولا حد لمسني شاف اصلا انا مين. كل ده
تحت اعين الشرطه العسكريه والشرطه اللي بتامن وبتفتش المباراه، كلهم واقفين بره الاستاد وشايفين الناس كلها بتدخل ومحدش بيتكلم ولا حد بيعمل حاجه. وبعدها واثناء تسخين لعيبه النادي الاهلي بيتفاجئوا ان في صواريخ بتتحدف عليهم وشماريخ وسب وقذف وشتايم. وفي الدرجه الثانيه اللي هي قدام المقصوره على طول كاب الجمهور المصري كان واقف وبيحرق تيشيرت النادي الاهلي قدام الاستاد كله، وكلهم بيهدفوا ضد جمهور الاهلي. سيد عبد الحفيظ وحسام غالي بيتكلم مع الحكام ومع مدير الامن ومع امن اي فرد امن بيشوفه، بس كل ده بدون فايده. وبعد دخول جماهير الاهلي الى الاستاد بعد بدايه المباراه بدقائق قليله، البعض بيلاقي ان في اصلا جماهير كانت موجوده في المدرجات من قبلهم لهجتهم بورسعيدي، بس الموضوع بيعدي ما بياخدش وقت. الجون الاول بيحرزه النادي الاهلي في الدقيقه العاشره، وهتافات الالتراس كانت بتعلى اكتر بيشجعوا بيه فريقهم، وده كان اخر هتاف للشجعان. بينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0. بنلاقي طبعا بين الشوطين هرج ومرج كبير جدا في ارض الاستاد. بوابه الجمهور المصري اللي ورا الجون على طول مفتوحه، وده تسبب في نزول اعداد كبيره من الجمهور المصري ما بين الشوطين. شويه افراد راحوا طبعا ناحيه الجمهور الاهلي ويستفزهم طبعا بالحركات والشتايم، وحصل اشتباك بين الجمهورين. قبل بدايه الشوط الثاني بقى كل دول بيرجعوا اماكنهم عشان الشوط يبدا، وفجاه مره واحده الكل بيتفاجئ ان في يافطه مرفوعه اعلى مدرج النادي الاهلي تتضمن رساله مكتوب فيها بلد البالة ما جابتش رجاله. وبعدها في الدقيقه 70 جمهور المصري بيرد وبيقول لهم العلقه بره، والكل في نفس واحد بيهتف ضدهم وبيقول لهم يا ابن الحكومه حمياكم، وباقي الهتاف اللي احنا عارفينه. ومن الاخر بيتوعد لهم باللي هيحصل بعد الماتش. وبعدها بدقيقه بالظبط المصري بيتعادل، وبنشوف جمهور المصري نازل او بعض من جمهور المصري بينزل يحتفل مع اللاعب اللي بيسجل الهدف، وهو كان وقتها مؤمن زكريا الله يشفيه، في منظر يعني ما حدش متعود عليه. انت بتجيب جون والناس نازله تحتفل بيك ولا كأنك بتلعب دوره رمضانيه. وبعدها التاني بيجي وبيتكرر نفس الموضوع، وقبل صفاره النهايه بثواني الجون التالت بيجي اللي بيقتل بيه المباراه. وبرضه اشخاص كتير جدا بتنزل ارض الملعب وقت الجون ووقت الاحتفال بيه، في مشهد مرعب قوي، او مشهد يعني انت ما تقدرش تفسره هل ده خطر ولا الدنيا تمام وهتعدي. والمصيبه ان قبل كده بشويه اتحدف على اللاين مان قالب طوب جه عليه، مسكه وراح يوديه لفهيم عمر حكم المباراه وقتها، واللي قال له هات الطوبه وروح كمل الماتش، ولا كأن حاجه حصلت، وسط اعتراضات من لعيبه وجهاز النادي الاهلي، واللي بالمناسبه ما كانش في حد من اداره الاهلي حاضر في المباراه دي. وقبل انتهاء المباراة بدقايق بعض من مشجعي الأهلي بينزلوا الملعب وبيحدفوا شماريخ على أفراد الأمن، وبدل ما يكون التأمين كردون كامل اتفكك وكل واحد راح ناحية المدرج. وفي منهم اللي طلعوا للمدرج عشان يشتبكوا مع أفراد الألتراس اللي كانوا بيرموا شماريخ على جماهير الدرجة التانية، لحد ما بتحصل اللحظة المنتظرة من الكل. الحكم فهيم عمر بيصفر طبعا بعد انتهاء المباراه، وفي ثانيه الا ثانيه الملعب بيتحول لسوق عكاظ، وده على رأي الكابتن احمد شوبير اللي كان مذيع من مذيعين الماتش. المهم بعد الصفاره بلحظات بيتجه كل جمهور بورسعيد اللي في الملعب ناحيه جمهور الاهلي، اللي كان كل همه ان اللعيبه تخرج بالسلامه ومحدش بالبلطجيه يقرب لهم. بس ما كانوش يعرفوا طبعا ان البلطجيه مش نازلين عشان اللعيبه، دول نازلين عشانهم هم. في مشهد غريب، مشهد يخليك تتساءل هم كل اللي واقفين على الارض دول بيعملوا ايه. ظهر بعد كده في الفيديوهات اللي على اليوتيوب وهي بتصور في ارض الملعب ان مدير الامن وعصام سمك متواجدين فعليا في ارض الملعب وشاهدين على اللي بيحصل ده، ومش بيدوا اي ردة فعل، بل بالعكس دول اتاكدوا خلاص ان العمليه تمت. وبعدها سحبوا نفسهم من الاستاد وطلعوا بره، وقتها على طول كلنا اتفاجئنا باضواء الاستاد بتتقفل على الجمهور، وبيشتغل في سبيكرات الاستاد اغنيه حكيم وهي على الطبله كله يرقص، وسط صراخ من مشجعي الاهلي اللي راحوا هباء كده، واللي اغلبهم جه ينزل من البوابه عشان يهرب وينفد بجلده من المذبحه اللي حاصله دي، يلاقي ان البوابه مقفوله وملحومه بمشهد اشبه من مذبحه القلعه عشان يحصل تدافع شديد. والشهيد يوسف حماده كان خرج قبل نهايه المباراه بعده دقائق، كان وقتها لسه البوابه مفتوحه، لما جه يرجع تاني عشان يخش الاستاد لقى ان البوابه مقفوله والجمهور كله بيتدافع عليها. حاول ان هو يفتح البوابه ولكن كان خلاص قدر ربنا كان واجب، واللي حصل ان البوابه انكسرت ووقعت عليه. وسط التدافع اللي حصل ده كله كان هو اول شهيد يموت من التدافع. وبعد كده بدأ كل واحد ان هو اللي يحصل اختناق، واللي يموت من التدافع، واللي عرف يهرب، واللي ما عرفش يهرب موجود في الملعب جوه او بيتم الاعتداء عليه وبيترمي من فوق سور الاستاد، واللي بيلحقوه بيودوه اوضه اللبس بتاعه اللعيبه اللي بيلقنوهم الشهاده قبل ما يفارقوا الحياه، واللي بيقلعوه تيشيرت الالتراس اللي هو لابسه وبيولعوا في التيشيرت قدامه وبيجلدوه حرفيا، وعصيان بتنور في الضلمه، والمخرج الوحيد اللي موجود في الملعب كله ولعان بسبب الشماريخ واللي بيحصل والعذاب اللي بيحصل فيه، واللي واقف في ارض الملعب شمتان في جمهور الاهلي واللي بيحصل له، اللي بالمناسبه هو مصري زيه بالظبط، مش عدو راح ياخد ارضه ولا حاجه، لدرجه ان احمد فتحي وهو طالع بيجري
من الملعب ورايح في اتجاه اوضه اللبس، بيقابل الامن اللي واقف في الممر بيقول لهم ما تعملوا حاجه احموا الناس دي. بيرد عليه برد ساذج جدا، مش انتوا مش عايزيننا وشتمتونا، استحملوا بقى. وبينتهي اليوم ب 72 شهيد ومئات المصابين. وعلى الجانب التاني في استاد القاهرة إلغاء مباراة الزمالك والإسماعيلي، وجماهير الزمالك بتحرق بانر الوايت نايت تضامنا مع الأحداث في بورسعيد، الأحداث اللي أدت لتوقف الدوري لأجل غير مسمى، وبعدها إلغائه نهائيا، ورفض الأهلي لعب أي مباراة محلية قبل القصاص لأهالي الشهداء، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. مكان واسع واخضر اسمه جنة الخلدين، شاب بتيشيرت احمر وشه فرحان مش حزين، داخل بالخطوة مادت مستغرب المكان، دي الجنة يا شهيد ياللي مفيش زيك انسان. في طريقه قابل شباب وسألهم جايين منين، احنا من يوم 25 في زيادة اللي مش عارفين. بالنسبة للمكان قلنا قبل حكايتك ايه، مش اصلك بتاع استك اللي جابك هنا وبتعمل